مليونير وسيم بيكتشف ان حب حياته هي حبيبة اخوه، واللي بيعمل المستحيل علشان تسيبه لانه مهووس بيها ومستحيل يتحمل يشوفها مع حد غيره. يا ترى ايه رد فعل اخوه لما هيخطف حبيبته منه؟ ومين في ابطالنا قدر انه ياخد قلب بطلتنا في النهاية؟ كل ده واكتر هنشوفه سوا في ملخصنا الجديد، فيلا نبدأ ونشوف ايه الحكاية. بس الاول ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي. وبيبدأ مسلسلنا وبنشوف اتنين جايين مع بعض، ده بقى جي، واللي بيبقى عاوز من بطلتنا تساعده وتمثل انها حبيبته علشان مامته حالفة عليه لو ما جابلهاش واحدة أمورة هتوقف له حساباته البنكية وتسحب منه العربية كمان، وبيترجاها تساعده بدل ما يبقى عيل مشرد ويترمى في الشوارع. فبتقوله بطلتنا ما تخافش، في أسوأ الأحوال أنا مش هسيبك، وهبقى أجيب لك لحافين يدفوك علشان ما تبردش وانت مرمي تحت الكباري. تصدقي انك صاحبة معدومة الضمير؟ ايوه اتكل على الله بقى عشان ورايا صفقة ب1,000,000 يوان. وبتروح بطلتنا على شركة جيانغ، وهناك اختها الكبيرة بترن عليها تطمن على الاخبار، وبنفهم يعني من كلامهم سوا ان بنتنا رسامة وجيانغ مهتم بالفن، فهي رايحة تبيعله لوحتها ب1,000,000 يوان، وعاملة نفسها ناصحة وهتضحك عليه بالمبلغ ده بما انه يعني بيلعب بالفلوس لعب، والمليون ده كارت فكة بالنسبة له. في دخلة بطلنا جيانغ ما شاء الله عليه اسم على مسمى يعني، وكاريزمته سابقاه. بس اول ما بتشوفه نينغ بتتصدم، يا دي النيلة هو انت. وبترجع لنا فلاش باك وهي بتعترف له بحبها ايام المدرسة وبتبوسه كمان، وبنعرف ان ده كان زي تحدي مع اصحابها وهما بيلعبوا لعبة الحقيقة، والتحدي لما اجبروها تقوم تعترف له بمشاعرها المكبوتة دي. اصل الواد من يومه كاريزما وكارف للكل وقاعد مع نفسه ومش معبر حد، وفعلا بنتنا قامت علشان تعترف له انها معجبة بيه، بس هو كمان معبرهاش وقتها ولا حتى رد عليها كأنه ما سمعهاش، وسابها ومشي واحرجها قدام الكل. وبتلاقيه بينده عليها يفوقها من ذكرياتها العبيطة دي، وبيقول لها حضرتك الآنسة نينغ، فبتحمد ربنا انه ما تعرفش عليها، وبتبدأ تعرض عليه شغلها بقى، وبتقوله بص عشان خاطر عيونك الحلوين دول انا هديهم لك ب1,000,000 بس، وانا كده كرماك واسأل بره. ولما بتلاقيه مستغرب السعر بتفكره مستغليهم، وبتحاول بقى انها تقنعه بيهم وانهم يعني يستاهلوا المبلغ ده علشان تعبت فيهم. مبلغ ايه يا بنتي؟ انا متفاجئ علشان سعرك عبيط جدا. بصي انا هديكي 5,000,000 بس عندي شرط علشان نتمم الصفقة، انا عاوز منك ترسميلي لوحة كمان مخصوصة ليا، يعني تقدري تقولي كده هتعبري فيها عن شخصيتي على حسب نظرتك ليا. وبتحس بطلتنا انها دبست، يا دي المصيبة، وده هعرف شخصيته منين ده كمان؟ افرض اللوحة معجبتهوش هيضيع عليا ال5,000,000 ولا ايه؟ ولما بيلاقيها بتفكر كتير بيقول لها خلاص انسي الموضوع، بين البيع والشراء يا ستي يفتح الله. استنى بس يا استاذ جيانغ ما تبقاش قفوش كده، خلاص انا موافقة. وبياخد رقمها وبيحول لها الفلوس كمان في ساعتها، وبيعرفها انه مسافر في رحلة شغل وانه عاوز يرجع يلاقي اللوحة بتاعته خلصانة. وبترجع نينغ تقعد مع صاحبها جي، واللي بيوريها صورة شقته وبيقول لها بصي انا ممكن اسيبك تقعدي فيها بس تمثلي بقى انك حبيبتي الله يسترك بدل ما تترمي انتي كمان في الشارع، انا عارف انك بتدوري على شقة علشان عقدك خلص. فبتقوله انها هتفكر في الموضوع ده وتبقى تشوف بعدين. وبتروح على بيت جيانغ علشان تسلم اللوحة بعد ما خلصتها، واول ما بتشوفها المربية بتصمم انها تدخلها وتضايقها. لا يا ستي كتر خيرك، لما يجي جيانغ بس قوليله ان جبتله اللوحة دي. بس المربية ست مش سهلة برضو، وشكلها عاوزة توفق راسين في الحلال، فبتعمل نفسها مش قادرة تشيل اللوحة علشان عندها مشكلة في رجليها وبتقع على الأرض، وبتمثل انها تعبانة وخايفة تقع باللوحة ولا حاجة وتكسرها. فبتضطر بنتنا انها تدخل فعلا، وبتبقى مرعوبة جيانغ يرجع وهي في بيته، فبتحط اللوحة في جنب وبتقولها ادي اللوحة اهي، هتكل انا بقى عشان ورايا حاجات مهمة. بس الست بتفتكر انه منبه عليها ما تمشيهاش لحد ما يرجع، فبتحلف طلاق 3 ما تمشي من غير ما تضيفها. فبتطلب منها نينغ كوباية مية وخلصنا، بس طنط بتجيب لها كوباية بمقام الشفشق كله، ومن توتر بنتنا واستعجالها بتشربه كله على بق واحد، لدرجة ان الست بتفضل متنحة لها ومذهولة، وما بدهاش بقى بتقوم رامية نفسها على الأرض وبتعمل انها اتعورت، وبتطلب من نينغ تساعدها.
والحمد لله، وبعد كل حال الست دي ما بتخلص بيوصل ابننا اخيرا. واول ما بتشوفه نينغ من التوتر بتقوله ايه ده، ازيك عامل ايه؟ دي صدفة غريبة جدا. هي غريبة فعلا انك في بيتي، فاكيد مش صدفة. فبتتحرج ولا مؤاخذة يا باشا، اصلي ما نمتش كويس، كنت سهران على اللوحة ودماغي مش فيا. اه صحيح، لوحتك اهي، وانا هتكل بقى، سلام عليكم. وبتطلع تجري وبتلاقيه بيندهلها باسمها، فبتتسمر في مكانها. ولا لا، ان شاء الله ما يكونش افتكرني انا والذكرى المحرجة دي. بس بتلاقيه بيعرض عليها تقعد تتعشى معاه. عيب ده، مهما كان هي ضيفته برضه. بس بتتحجج ان وراها ميعاد مهم مع صاحبها، وبتشكره وواجبك وصل يا كبير، وبتطلع تجري على طول. وبتخرج مع جي، واللي بيبقى عمال يندب لها ان مامته هتسحب منه العربية، وانه ما يعرفش يعيش من غيرها، دي تعتبر عيل من عياله. ومن هنا لهنا بتوافق تمثل انها حبيبته، وبياخدها على شقته اللي هيديها لها دي بعد ما اتفقوا. وبيقول لها ما تخافيش، انتي بس قابلي ماما وتعرفي عليها، وبعد فترة هقول لها اننا انفصلنا، مش هدبسك يعني. والشقة دي وقتها هكتبها باسمك كمان. تكتب ايه باسمي؟ انت هتذلني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا هشتريها منك ب1,000,000، انا مليونيرة دلوقتي. وبتلاقي مكالمة جايلها من جيانغ، واللي بيسألها سؤال مفاجئ، انتي شايفاني ازاي؟ فبتفضل بنتنا بقى تمدح فيه، او بمعنى اصح تطبله وتقوله ده انت قدوة، ده انت المفروض يقتدي بيك اجيال، ده انت ناجح وشاطر ووسيم ومفيش منك اتنين. طيب بما ان انا كل ده، انا عاوزك ترسمي بقى لوحة تعجب الشخصية دي وتعبر عني، علشان اللي بعتها لي دي حسيتك بتوصفي منها شخص تاني غير اللي قلتيه، كأنك رسمتي لحد تعرفيه من زمان. فبتشك انه عرفها وبتتوتر اكتر، بس بتبقى مضطرة انها تروح تشوف مطالبه، علشان ده اكبر واهم عميل عندها، ومش عاوزة تخسر ال5 مليون. وبتلاقيه طالع عليها بالبشكير، فبتفضل متنحة لجماله ولياقته لحد ما بيقعد جنبها. معلش اصل كنت بجري ولسه باخد شاور. لا فداك. وبيقعدوا يتفقوا على موضوع اللوحة الجديدة، وبيفضل جيانج يستفزها لدرجة انها بتحس انه عارفها، بس بيمثل انه مش فاكرها. وبتقرر تلعبه بنفس طريقته وتعمل ما تعرفهوش. وتاني يوم بياخدها جي علشان يقابل مامته، وبتتفاجئ انه عايش في قصر كبير ومن عيلة غنية جدا اكتر مما كانت متوقعة. ولما بتقابل مامته بتبهرها بجمالها ولطافتها لدرجة انها بتحبها جدا، وبتقولها خلاص انتي من هنا ورايح مرات ابني. في دخلة اخو جي كبير العيلة ووارثها، ولسه نينغ بتلف تسلم عليه. بنتفاجئ كلنا انه جيانغ، وبتتمنى بنتنا ان الارض تنشق وتبلعها، عشان زمان اعترفت له بحبها، ودلوقتي هي حبيبة اخوه. والموضوع عبثي جدا، ولما بتيجي تسلم عليه ما بيعبرهاش وبيسيبها ويمشي. فبيحاول جي يلم الدنيا، ومعلش ما تزعليش هو طبعه كده. وبيقعدوا كلهم يتغدوا سوا، وبتوسخ بنتنا هدومها بالغلط من التوتر، بس طنطا المحترمة بتاخدها على اوضتها علشان تغير هدومها، وبتقولها تختار اللي هي عايزاه من مجوهرات وهدوم واي حاجة، وبتسيبها علشان تغير هدومها لو اللي لابساه مش عاجبها. وحاجة في منتهى القمر يعني. وبتفضل بطلتنا مبهورة بالقصر وجماله، وبتلاقي جيانغ داخل عليها وهو متعصب، وبيسألها هي بتعمل ايه هنا. انا حبيبة اخوك وجيت اتعرف على مامتك. غريبة تعترفيلي بحبك من هنا وبعدها ترتبطي باخويا؟ انت لازم تنفصلي عنه. وكده خلاص اللعبة بقى على المكشوف. وبتبقى نينغ شايفة انه حقه يخاف على اخوه، وبيفكرها بتلعب بمشاعره، بس بتقوله ان اللي حصل زمان ده كان مجرد تحدي ولعب مع اصحابها، وبتتأسف له كمان وبتسيبه وتمشي. وبتلوم جي لانه ما قالهاش ان جيانغ يبقى اخوه، بس هو بيقول لها ما جاتش مناسبة يعني، وبعدين انتي تعرفيه منين؟ فبتعرفه ان اخوه اكبر واهم عميل عندها، وبتتخانق معاه علشان هي كده بتخدع عيلة جيانغ، ولو عرفوا هتروح ورا الشمس. بس هو بيطمنها وبيقولها تديله مهلة شهر واحد، وبعد كده هيقول انهم انفصلوا، ولا من شافه ولا من دري، وكله هيبقى في السليم. وبترجع على بيتها ترسم، وبتلاقي حماتها بترن عليها وبتقولها ان هدومها اتغسلت وهتبعتها لها مع جي. وبتروح تتخانق مع جي علشان قاعد طول اليوم يلعب، ولا شغلة ولا مشغلة كده. وبتقوله روح ودي الهدوم لحبيبتك وقضي معاها شوية وقت، وخد يا عم الفيزا بتاعتي اهو، اديها لها هدية، هتلاقي هدايا وهاتوا كل اللي نفسكم فيه. وجي ايه ما بيصدق وبيقوم طاير على طول، بس وهو خارج بيلاقي اخوه في وشه،
ولما بيعرف انه رايح يودي اللينج الهدوم بيسربه بطريقته. بقولك ايه، انت مش كنت عاوز تشتري ريس موديل السنة؟ انا هحققلك امنيتك وهجيبها لك هدية. وبتلاقي نينج الباب بيخبط، فبتروح تفتح بكل ثقة على اساس انه صاحبها جي، بس بتلاقي جيانغ هو اللي في وشها، وبيدخل بكل ثقة ويقعد وبيسألها هي بتعمل ايه في بيت اخوه. فبترد بكل بجاحة ان ده العادي يعني ما بين اي اتنين مرتبطين، فبيفكرهم عايشين سوا وبيتعصب اكتر، وبيفضل يقولها انها لازم تنفصل عن جي، وبيزعق لها وبيمشي وهو متعصب. فبترن نينج على جي تشوف البي فين ومجاش ليه، وبتعرف منه انه مجاش علشان كان رايح يختار الريس بتاعته الجديدة وما كانش فاضي، بس لقى اخوه فاضي يعني، فبعت لها هدومها معاه على ما ينجز هو مشواره. تصدق انك عيل متصابي؟ يعني اخوك رشاك بالريس دي علشان ما تجيليش ويجي هو وانت زي الاطرش في الزفة؟ وده ولا الهوا، فرحة المكنة منسياه الدنيا باللي فيها، وبيفكرها انه بالليل المفروض يعرفها على صحابه وكده ويسهروا ويلعبوا سوا. وفعلا بتروح معاه، ولما بتطلع علشان تروح الحمام بتلاقي جيانغ في وشها. ياه، ايه الصدفة الجميلة دي؟ صدفة؟ لا، انا جاية مخصوص علشانك، مش صدفة ولا حاجة. وبيقوم مقرب منها فجأة، فبتفكروا انها حبيبة اخوه وان ده ما يصحش، وانا قلتلك تنفصلي عنه ومش هقول كده تاني، وبعدين هو ما ينفعكيش. امال مين يعني اللي ينفعني؟ انا. وبيقوم مقرب منها خبط لزق كده على طول، فطلعت ابننا جي بيدور عليها، بس جيانغ بيخبيها وبيعمل ما شافهاش. ولما بتلومه نينغ على اللي عمله ده بكل ثقة بيقولها انه حر وانه هيستنى منها الاخبار الحلوة علشان كده كده هي بتاعته، وبيقوم سايبها وماشي. ايه يا عم الجنون ده؟ وبترجع على البيت مع جي وبيقعدوا يتكلموا، وبيبقى عاوزها تيجي معاه تزور مامته في اجازة اخر الاسبوع، بس هي بترفض علشان مش عاوزة تحتك بجيانغ تاني، وبتحاول تتجنبه على قد ما تقدر. بس هو بيعرفها انه هيبقى مسافر في شغل، وبيقول لها ما تخافيش منه، هو مش زي ما مبين، بس شكله كده متعقد من البنات. اصل زمان وهو في المدرسة الثانوي في واحدة اعترفت له بحبها وهو رفضها، وبعدها على طول سابت المدرسة من الإحراج، وهو قعد سنة كاملة مكتئب وضميره مأنبه، لحد ما صاحبة البنت دي جت وقالت له ان ده ما كانش اعتراف حقيقي، كان مجرد لعبة ورهان. ومن وقتها وهو كاره الصنف كله وشايف البنات دول كائنات كدابة. فبتفهم بطلتنا سبب معاملته ليها دي. شكلنا كده داخلين على ايام سودة، وجيانغ مش هيجيبها البر معايا ابدا. وبالليل بيروح يسهروا مع اصحابهم في امان، وبيفضل جي يغني مع بنتنا، وواحد فيهم بيصورهم وبينزل الفيديو. واول ما بتشوفه نينغ بتتفزع، يا دي النيلة، اكيد جيانغ كده هيعرف مكاني وهلاقيه في وشي. وفعلا ما بتكملش الجملة وبتلاقيه داخل عليهم، وبتعمل نفسها من بنها وبتروح تقعد بعيد لوحدها، بس هو بيقوم وراها وللمرة المليون بيقولها تبعد عن اخوه. لكن المرة دي بتقوله حلو اهي جت من عندك يا رب، سبب بقى علشان يقول جي لمامته وابعد انا عن كل العك ده. وبتلاقي اصحابهم جايين عاوزين يلعبوا لعبة الصراحة والتحدي، فبيقول لهم جيانغ ان نينغ شاطرة جدا فيها. يوه، الظاهر كده انه شايل ومعبي في قلبه ومش هيعديها بالساهل ابدا. وبيبدأوا اللعبة فعلا، وبيجي الاختيار على نينغ، واللي بتسحب ورقة فيها صراحة وتحدي، يا تعترف بحبها للشخص اللي على اليمين يا تبوس اللي على الشمال. ودي على يمينها جيانغ وشمالها جي، وما بتبقاش عارفة تعمل ايه. لو اعترف التاني لجيانغ هيقتلها، في نفس الوقت ما ينفعش تقرب من صاحبها، والكل بيبقى متوقع انها هتبوس حبيبها. بس فجأة هي بتبص لبطلنا وبتقوله بحبك، حركة غير متوقعة بالمرة. بس جي بيقول لهم عادي يا شباب، ما تكبروش الموضوع، دي مجرد لعبة. وبعدين حبيبتي بتتكسف. وبعدها بنشوف نينغ وهي خارجة مع جيانغ، واللي بياخدها على مدرستهم القديمة مكان ما اعترفت له لأول مرة. فبتقوله بص، هو حقك تتضايق، بس أنا كنت ناوية أعرفك الحقيقة تاني يوم، لكن فجأة بابا تعب ومعرفتش أجي المدرسة وقعدت أسبوع، ولما جيت عرفت إن أنت كمان ما جيتش بقالك يومين، واستنيتك بس أنت برضو ما جيتش. وبعدها بابا توفى، وماما قررت تسفرنا فجأة، بس أنا وصلت صحابي يعرفوك الحقيقة، مش عارفة ازاي ما قرالكش غير بعد سنة كاملة. فبيعرفها جيانغ انه تعب وقعد من المدرسة سنة كاملة، وعلشان كده هو عرف متأخر. وبتعتذر له نينغ لأنها كانت السبب في اكتئابه ولومه لنفسه،
والحمد لله بطلنا وبطلتنا أخيرا بيتصافوا بعد ما عرفوا الحقيقة، ووضحوا لبعض سوء التفاهم اللي كان حاصل وقتها، وبتعرفوا نينغ إنها هتقبل بأي عفوية منه على إحساسه بالذنب وقتها والإشاعات اللي انتشرت عليه بسببها وبسبب سيبانها للمدرسة. هتقبلي أي عقوبة، أي عقوبة يعني؟ طيب بما إنك عاوزني أبعد عن أخوك أنا موافقة خلاص. وبيسألها لو كانت حبته، وبيبقى ما ينفعش تنكر علشان ما تحطوش في موقف صعب، فبتقوله ايوه بس انت ما تشغلش دماغك، انا بعرف اتحكم في قلبي ومشاعري كويس جدا. والكاريزما ما بيردش عليها وبياخدها علشان يوصلها على البيت، وبتبقى فرحانة ان اخيرا كل ده هينتهي. وبتتفاجئ بان جيانغ بيفتح الشقة اللي جنبها، يعني طلع جارها ولازق لها وهي ما تعرفش. شكلنا كده مش هنخلص منه بالساهل. وبترجع تكمل اللوحة بتاعته علشان تخلصها له على امل ان الاتفاق ما بينهم ينتهي وعلاقتهم كمان. ولما بتخلصها بتروح تسلمها له على شقته بنفسها وبتطلع تجري، وفجأة هو بيشدها على حضنه. وانت فاكرة نفسك هتروحي مني فين يا حلوة؟ وفي لحظتها بيرن موبايلها من جي، واللي اول ما بترد عليه بيقول لها ها هنتجوز امتى؟ احنا لازم نحدد ميعاد الفرح. فبتتصدم وبتقفل في وشه لان جيانغ في وشها، وبيطلع جي اساسا كان بيلعب ومحكوم عليه برضو. بس جيانغ ما بيكونش فاهم ده وفاكر علاقتهم حقيقية، ومن الغيرة بيقوم مقرب منها. وبنتنا لسه هتندمج بتفتكر انه ما ينفعش، فبتقوم زقاه وخارجة جري. ولما بترجع على البيت ما بتبقاش عارفة تموف اون من اللي حصل وعمالة تفكر فيه، ولسه هتنام بتلاقي الباب بيخبط، وابننا داخل عليها تعبان ومصدع وبيترمي عندها على الارض، ودرجة حرارته بتكون عالية جدا. فبتقوم تعمله حاجة دافية وبتفضل جنبه، ولما بتلاقيه بيخرف وسقعان بتحضنه وبتطمنه انها جنبه. وتاني يوم بتصحى تلاقيه في وشها، ايه ده انت لسه ممشيتش ليه؟ حبيت اشكرك على اهتمامك بيا ليلة امبارح وقلت احضرلك الفطار قبل ما امشي. وبتلاقي الباب بيخبط وجي بينده عليها من بره، يا دي النيلة اهرب اروح على فين؟ وبتاخد جيانغ تخبيه، واستحلفك بالله يا شيخ ما تعمل صوت، انا مش عاوزة فضايح. وبتروح تفتح لجي، واللي بيبقى داخل البيت بضمير وبيلاقيها عمالة تلف حواليه وتوقفه، وبتحاول تسربه من الاخر كده يعني. فبيقول لها ايه ده، في ايه؟ انتي مخبيه راجل هنا ولا ايه؟ راجل؟ حاشا لله، انت تعرف عني كده؟ انا بس مشغوله ولازم ارسم، وانت هتقطع عليا حبل الهامي. طيب يا ام الهام هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ امي حبيتك ومش عاوزاني انفصل عنك، ولما قلت لها هي اللي اجبرتني اجي واعتذرلك. وبيقترح عليها تصور فيديو وهو بيمثل انه بيعيط وبيترجاها تسامحه، بس هي بتطرده علشان يقول لأمه يعني انه عمل اللي عليه بس مفيش فايدة. وفعلا بتعمل كده وهي متوترة وعايزاه يمشي بأي طريقة، خصوصا يعني ان خطتهم اتكشفت لأخوه خلاص واتفضحت. وبتديله موبايله وبتقوم كرشاه، وأول ما بتشوف جيانغ بتحلفله ان أخوه هو السبب وهو اللي ضغط عليها علشان تساعده، وكمان اداها فلوس كتير بصراحة. فده كان عرض مغري. ومن غير ما بطلنا يرد بيقوم عامل مكالمة وبيحاول لنينغ 50 مليون على حسابها. ويا عيني البنت بتتخض من الرقم اللي سمعته وما بتبقاش فاهمة دول بتوع ايه، وبتفضل تقول انها مش عايزاهم ومش هتاخدهم. بس بطلنا بيقرب عليها بكل حنية وبيقول لها انتي كده كده بتاعتي، يعني فلوسي فلوسك ومفيش حاجة تكتر عليكي، يعني انت مش زعلان اني ضحكت عليك؟ هو علميا المفروض اني ازعل، بس عمليا بقى انا مبسوط لانك انتي وجي عمركم ما كنتوا مع بعض، وده هيسهل عليا حاجات كتير، ومن هنا ورايح هعرف اكون معاكي رسمي. وتاني يوم بيجي لبطلتنا مكالمة من اختها، واللي بتعرفها ان الاستوديو بتاعها جاله عرض من شركة مجوهرات معروفة، وانهم يعني يمسكوا لوجو تصاميم الشركة، وعلشان كده هي محتاجة منها تروح الشركة دي وتباشر شغلهم من هناك كفترة تدريب يعني، وتعرف ايه المطلوب. فبتروح فعلا وبتبدأ شغلها في الشركة، واللي بتسمع فيها ان مديرهم ما بيعجبوش العجب وصعب جدا، بس ما بيجيش الشركة غير كل شهر مرة يطمن على الوضع وخلاص. وبتلاقي رسالة جايلها من بطلنا وبيكون حاسس انها بتتجنبه وبتتهرب منه، فبيسألها غريبة بتسأل سؤال انت عارف اجابته ليه، بس بتتحجج انها استلمت شغل جديد لاختها ومشغولة يعني مش اكتر. وبتبعتله صورة ليها من المكان علشان تأكد له انها مش بتتجنبه وفعلا مشغولة، ما شاء الله مستخبية مني في مكاني. وبنعرف ان الشركة دي كمان شركته
ولاجل الحظ بتلاقي نينغ اجتماع علشان المدير جه فين؟ ده مش ميعاده اصلا. ونائب المدير بقى ماسك البنات نفخهم تعليمات، ولما بتيجي نينغ ترد عليه بيطردها ويهزقها. فدخلت جيانغ، واللي اول حاجة بيعملها هي انه يطرده علشان بيعامل الموظفين وحش، وبيقوم يدي بنتنا غمزة خفيفة من تحت لتحت كده وماشي. وكل البنات بتبقى دايبة فيه وفي جماله وبيتكلموا عنه. وبتلاقي زميلتها جايلها تقولها كلمي المدير، ولما بتروح له بتسأله هو ايه اللي جابه. اولا دي شركتي، ثانيا لما قفلتي موبايلك فجأة قلت اجي اطمن على مراتي بنفسي. مراتك ده في احلامك وما بتهتمش بكلامه وبترجع على البيت، وفجأة بتقوم متزحلقة في نص الطرقة وقلب خضار الست الغلبانة دي فوقيها. فبتلاقي جيانغ بيرن عليها، ايه رأيك تيجي نتعشى سوا؟ ايه رأيك تيجي تلحقني؟ وبيروح واخدها على المستشفى، وبيقول الدكتور انها ما ينفعش تمشي لمدة اسبوعين. بس بنتنا دماغها ناشفة وبتبقى شايفة انها هتتعود على الوضع ومش محتاجة مساعدة حد، بس لما بتحاول تمشي لوحدها ما بتقدرش وبتبقى هتقع لولا ان بطلنا بيلحقها. وبطلي بقى عنده تنشيف دماغ، الدكتور قالك ما تدوسوش عليها. وبيقوم شايلها في نص الطريق وراجع بيها على البيت، ولما بتشكره بيقولها انه ما بيحبش الشكر على الناشف كده، وبيقوم مقرب منها على طول. وبيعترف لها انه كان بيحبها ايام المدرسة، بس لان المدرسة كانت بتمنع الارتباط هو خاف عليها وعلى مستقبلها، وكان بيتجاهلها لحد ما يخلصوا ويدخلوا الجامعة. ووقتها كان ناوي يعترف لها بحبه ده، وبتسأله عن السبب اللي خلاه يحبها وقتها، وهم عمرهم ما اتكلموا يعني، بس هو بيحب يحتفظ بأسبابه لنفسه. وبيروح بطلنا يشتري خضار وحاجات وبيرجع لها علشان يطبخ لها بنفسه. لا وكمان الحنين بيروح يدهن لها رجليها ويربطها لها. وبتعدي الأيام وعلاقتهم ببعض بتتطور أكتر، وفي يوم بيبقوا قاعدين يشربوا سوا والدنيا بتسرح منهم حبتين لما بيجي جيانغ يقرب منها، بس هي بتتحرج وبتقوله انه ما ينفعش الدنيا تتطور بينهم بالسرعة دي وبتبعده. وبيجيلها مكالمة من جي وبيقولها أمي اتذاكت وعرفت الحقيقة، وانا اعترفت لها بكل حاجة واننا مثلنا عليها، بس الحمد لله الموضوع خلص. المهم انه عيد ميلاد الحاجة اخر الاسبوع وهي عازماكي علشان لسه بتحبك. وبيخرج جيانغ يسألها كانت بتكلم مين. ده الاكس المزيف اخوك يعني، وبتلاقيه بيلبسها انسيال، وبنعرف انه شايله من ايام المدرسة وانه كان ناوي يلبسه لها لما يتخرجوا من الجامعة، وهو بيعترف لها بحبه وبيقول لها من النهاردة انتي بتاعتي ومفيش اي اعذار. وبيقوم شايلها وعلى الأوضة وملناش دعوة احنا بقى بالباقي. وبيجي يوم عيد ميلاد ست الكل وبتروح بنتنا على الحفلة، بس بتلاقي الحارس بيوقفها، انتي رايحة فين يا ست؟ انتي فين الدعوة بتاعتك؟ دعوة ايه يعني بذمتك؟ ده منظر واحدة جاية تشحت ولا تاكل حتتين جاتوه؟ هو انتي يعني علشان لابسة ومتشيكة ما تبقيش حرامية ولا شحاتة؟ بقولك ايه، انا عارف الاشكال دي كويس، مفيش دخول ويلا اتكلي من هنا. وبعد مجادلات طويلة بترن على جي علشان يكلمه، بس الناصح برضه ما بيقتنعش. هو انت علشان قلتلي انك جي ابقى انا كده صدقتك؟ ما شاء الله ربع ضميرك والبلد هتتقدم والله. فدخلت صاحب جي واللي لما بيشوفه موقفها كده على الباب بيزعقله وبياخدها ويدخله، وبيعتذر لها جي على الموقف السخيف ده، بس هي ما بتكونش اتضايقت لان ده شغله وهو راجل صاحب ضمير يعني. وفي الحفلة بيتكلم الكل عن خطيبة ابنها وهي فين وعاوزين يشوفوها، وسمعوا انها جميلة، وبتبقى الام محرجة ومش عارفة تجيبها لهم ازاي ان ابنها اصلا خدعها. بس بتلاقي جيانغ داخل عليهم وبيقوم شادد بنتنا مرة واحدة وبيقدمها لهم على انها خطيبته. طبعا الام وجي بيتصدموا وبيبقوا مش فاهمين حاجة، ايه هي بتمثل معاك انت كمان ولا ايه؟ مش مهم، المهم ان الموقف عدى يعني. وبعد الحفلة بتاخدهم الام على البيت، فهموني بقى ايه اللي بيحصل بينكم؟ انتوا كل شوية تمثلوا عليا انكم مرتبطين، عاوزين تجلطوني؟ لا لا، المرة دي يا ست الكل مش بنمثل، انا وننغ فعلا مع بعض. وبتعتذر لها ننغ لانها خدعتها هي وجي، وبتعترف لها انها بتحب جيانغ فعلا وانهم سوا. فبتفرح الام جدا، الحمد لله اني خلفت 2، لو معجبكيش ده تاخدي ده، مش مهم، المهم انك ما تطلعيش برا العيلة علشان حبيتك. وبتجبرهم انهم يباتوا سوا في اوضة جيانغ بما انهم مرتبطين بقى، علشان تتأكد انهم ما بيضحكوش عليها المرة دي. وبتلاقي نينغ بطلنا نشر صورة ليهم واعلن رسميا انهم سوا،
وده علشان محدش يتجرأ بس يبص لحبيبته. وتاني يوم بتبقى بنتنا قاعدة ترسم في أمان الله، وبتلاقي أختها بترن عليها علشان تبص على آخر الأخبار اللي اتنشرت، وبتفتح تلاقي الناس بتهاجمها علشان هي بنت قاتل. ولما بيجي جيانغ وبيسألها عن اللي بيحصل، بتحكيله إن باباها زمان مات في حادثة عربية هو و3 تانيين، وإن وقتها بنت صاحب العربية اللي خبطتهم نشرت إن أبوها اللي كان سكران والغلط من عنده، وكان سبب في موت الركاب اللي معاه. وبيفهم جيانغ إن ده السبب اللي خلى مامتها تاخدها وتسافر برا زمان، فبيطمنها إنه هيوصل للحقيقة وهيجيب لها حق باباها ويمحي الإشاعات دي. وبيعمل مكالمة بيؤمر فيها إن كل الإشاعات والأخبار اللي اتنشرت دي تتمسح فورا. وبتدخل بنتنا تاخد شاور وبتخرج علشان تنام وتنسى كل حاجة. وبنلاقي ابننا طالع من تحت اللحاف، البيه مستخبي ومستنيها من الصبح، وبيقوم قالب نفسه فوقيها. ولسه البطلة بتستوعب اللي بيحصل، بيقول لها بقولك ايه، انا مستني اللحظة دي بقالي 8 سنين، والله لو عملتي ايه مش هحلك. فهي بتستسلم، شكلها اساسا ما صدقت. وبتصحى تاني يوم يا عيني مش عارفة تمشي وعمالة تحاسبن عليه. محدش قالك تحرميني منك 8 سنين، ده انا كده لامم نفسي خلي بالك. وبتلاقي رسالة جايلها من مامتها بتعرفها انها راجعة من السفر، فبترن عليها وتسألها هتوصل امتى علشان تروح تاخدها من المطار. بس البجح بيشد الموبايل، ها يا حماتي طيارتك امتى؟ فبتقوله انا هاخد عربية، مفيش داعي تيجي. ايوه يعني الساعة كام؟ خلاص هتلاقيني مستنيكي. فبتبصله نينج، حتى امي اللي محدش بيعرف يتكلم معاها ببجاحتك دي عرفت تجبرها تقولك ميعاد الطيارة. وبيروح بطلنا يجيبها فعلا، وبتسألهم لو كانوا عايشين سوا، فواحد بيقول والتانية بتقول لأ، وبيبقوا هما الاتنين خايفين منها مع ان باين عليها ست كيوت وأمورة خالص. وبيخلع جيانغ بالطريقة وبيتحجج انه هيروح يجيب فاكهة ويسيبهم يتكلموا على راحتهم. وبتقعد بقى مامتها تستجوبها، عرفتي امتى وبقالكم قد ايه مع بعض؟ فبتحس نينغ انه جيانغ معجبهاش وانها مش راضية عن علاقتهم دي. بس الأم بتطمنها انها شايفاه شاب كويس، وحتى يعني لو مش عاجبها هي اكيد مش هتفرق ما بينهم وهتفضل تدعمها دايما. فبتفرح جدا. وفي اللحظة دي بيجيلها مكالمة بتعرف منها ان السواق وبنته اللي شوهوا سمعة ابوها اتحبسوا واعترفوا بالحقيقة، وان الغلط ما كانش منه. وبتقوم مامتها علشان تمشي، وبتلاقي جيانغ داخل عليها، ايه فين الفاكهة؟ فاكهة انتي صدقتي؟ وبعدين ما انت جالك خبر احلى يعني، ولا انت هتعملي نفسك ما تعرفيش؟ فبتشكره نينغ بكل حب على دعمه ليها ووجوده جنبها في الأيام الصعبة، ولأنه من ساعة ما دخل حياتها وكل حاجة بقت كويسة حتى هي. مش قلتلك ما بحبش الشكر كده على المشي؟ اشكريني بقى بطريقة تانية. فبتديله بوسة صغنونة، بس الطماع ما بيعجبهوش، معلش أداك مش عاجبني ما حستهاش. فبنتنا بتتجرأ شوية وبتقوم تفتح له زراير القميص زرار زرار، وبتعشمه وفي الآخر بتخلى بيه، وهي بتضحك وبتقوله روح العب بعيد يا شاطر. وبتلاقي بطلنا بيشدها من وسطها، انتي فاكرة تدخلي الحمام زي خروج ولا ايه؟ النار اللي ولعتيها دي لازم تتعلمي ازاي تطفيها. انت فهمت غلط، انا بس كنت رايحة استحمى مش بهرب منك ولا حاجة. اذا كان كده ماشي يلا بينا. وهما بيروحوا في طريقهم واحنا بقى ملناش دعوة بالكلام ده يا خايتي. وتاني يوم بياخدها بطلنا علشان تزور قبر باباها بعد ما جابت له حقه أخيرا، وهناك بقى بيتقدم لها رسمي قدام باباها، وبيقول لها انه بيحبها وعاوز يعيش عمره كله علشانها، وبيلبسها خاتمها، وبتبقى بطلتنا في قمة سعادتها. يا بختها الصراحة. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب يكون عجبتكم، بس ما تنسناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.